اظن كلنا تابعنا مقلب الجزيره المهجوره، وكمان عرفنا ان وفاء والاولاد قرروا ان هم ينتجوا من حمدي ويردوا المقلب بمقلب اكبر منه بكتير، ولما جالوا حمدي وقرروا يرجعوا كانت المفاجاه الكبيره. حمدي كان عامل زفه ومعاه عروسه. لو انت من جمهوريه حمدي ووفاء انزل حالا دوس لايك، عايزين الفيديو ده يوصل 10000 لايك. لو مش مشترك يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حاجه جديده. يلا بينا نشوف حصل ايه. حمدي شك ان في مقلب في الموضوع فقرر يعرف الحقيقه. طيب هيعرفها ازاي؟ فكر في فكره جهنميه، قرر انه يجند حد من الاولاد اللي مع وفاء لصالحه وينقلوا الاخبار كامله والتفاصيل كامله. انا لقيت السكوتر اللي انت كنت عايزه. واول واحد فكر فيه هو محمد، وبالفعل اغراه بالسكوتر اللي هو نفسه فيه وقال له هجيب لك السكوتر لو نقلت لي التفاصيل كامله. ومحمد وافق بمنتهى السهوله، باعهم في لحظه. اول حاجه حمدي قرر يعملها، قرر انه يكمل عليهم التمثيليه وكانه قلقان عليهم جدا، وبدا يتكلم معاهم عادي جدا. بعد المقلب الاولاني حمدي كان قرر انه يصالح وفاء وانه يجيب لها شغاله تساعدها في شغل البيت، فلما عرف ان اللي بيحصل ده مقلب قرر انه يستغل الشغاله في المقلب، طبعا بعد موافقتها، وفضل على تواصل بمحمد لحظه بلحظه علشان يعرف لحظه وصولهم بالظبط علشان المقلب يبقى نار. ولما وصلوا كانت الصدمه الكبيره، وفاء اتصدمت صدمه كبيره جدا وزعلت جدا، ولكن قررت في النهايه انها تسامحه، خاصه لما عرفت ان نيته خير وكان قصده انه يساعدها. يعني الخلاصه حمدي عمل مقلب في وفاء والاولاد، فوفاء والاولاد قرروا انهم يردوا المقلب، فحمدي قرر انه يرد المقلب تاني. انت من وجهه نظرك مين بيعمل مقالب احسن، حمدي ولا وفاء؟ ده بالنسبه للمقلب. اما بالنسبه اللي انا عايز اقوله، المقالب على السوشيال ميديا بنسبه 100% تمثيل، يعني تقدر تقول انها فيلم قصير، يعني ما تتاثرش، والاهم من ده كله انك تختار مين اللي تتابعه. يعني مثلا حمدي ووفاء بيقدموا مقالب لحد ما كويسه، مفيش فيها اي حاجه خليعه، دول ممكن تتابعهم فعلا كأن فيلم قصير وبتتابعه، لا في بقى بوس ولا احضان ولا كلام من اياه زي كل الناس قالوا لي بلاش هو وانا بقول هو. واخد بالك يا معلم؟ دوس لايك، اشتركت في القناه، اشوفكم على خير.